الحنطة والشعير تبرز العديد من المعوقات التي تواجه المزارعين والجهات المعنية، ومنها عدم وجود منافذ متعددة للتسويق وقلة الوقود وغيرها من الصعوبات التي تساعد بشكل كبير على تلف المحاصيل، مما يجبر المزارع إلى بيعها إلى جهات أخرى وبأسعار زهيدة. هذه المعاناة العديدة سنكون معها بالتفصيل في سياق تقرير الزميل مصطفى حميد. موسم الحصاد في محافظة ديالى لم يأخذ حيز الراحة، ولا سيما ناحية محمد السكران التي باشرت منذ أكثر من 10 أيام في حصاد مادتي الحنطة والشعير للموسم الشتوي لعام 2013-2014. قلة منافذ التسويق في الناحية والانتظار أمام طوابير الاستلام وطريقة الخزن الغير صحيحة أجبرت بعض الفلاحين إلى بيع محاصيلهم إلى تجار بسعر متدن لتجنب الانتظار والظروف الجوية المتقلبة. منذ أكثر من 10 أيام بدأت حملة الحصاد لمحصولي الحنطة والشعير في ناحية الإمام محمد السكران. حقيقة إن شاء الله السنة موجودة نسبة الغلة نسبة عالية جدا، تتراوح نسبة الغلة بالدونم الواحد من 9 إلى طن أو أكثر من الطن. بس توجد معوقات في حملة الحصاد، من ضمنها هي عدم تجهيز الحاصدات بمادة زيت الغاز لحد الآن، هذا فالشيء مهم. عندنا مشاكل في التسويق المحصول، السايلوات عليها زخم كلش عالي. على الناحية زراعية ولكثرة الأمطار في لهذا الموسم تم زراعة أغلب أراضي ناحية بني سعد والبالغة بحدود 40,000 دونم ضمن الخطة وحتى خارج الخطة لتوفر مياه السقي وسقوط الأمطار بكثافة، والحصاد جاري يوميا وبشكل يومي بدون مشاكل والحمد لله. والمزارعين يعانون من تكدس السيارات أمام السائلوات. بني سعد يوجد بها سائل واحد، وقسم من المزارعين ضمن قاطع سالو بعقوبة. التجهيز مستمر، لكن تكدس السيارات أمام السالو للتأخير في استلام المحاصيل أدى إلى قسم من المزارعين بتسليم محصولهم إلى التجار. على الشركات الحكومية الخاصة باستلام المحاصيل أن تقدم كافة التسهيلات للفلاحين من خلال زيادة أوقات العمل داخلها واستلام محاصيلهم دون أي صعوبات لتذليل كل المعوقات أمام الفلاحين الذين لا يزيد إنتاجهم عن 10 أطنان. حقيقة احنا إنتاج المحصول الاستراتيجي اللي هو الحنطة والشعير اليوم يعني هذا العام حقيقة إنتاج وفير والحمد لله، وتزامنت ظروف مناسبة لهذا المحصول، لكن احنا نعاني من استقبال شاحنات البذور بالسايلوات، ويصير تكديس لهذه الشاحنات في مداخل السايلوات سواء في بعقوبة أو في بناحية بني سعد. والله احنا فلح هنا ويعني من نحصد متاخر الحصاد عندنا بناك بالسايلو، والله شوي هسه متاخر هسه السايلو. طبعا تتضرر، وهسه الجو هذا مغيم وراح تمطر الدنيا. والله نريد يعني يوفرون لنا، يفتحون السايلو، هاي اللوريات الواقفه لازم سري. صعوبات عدة ومعوقات شتى تقف أمام الفلاحين في ناحية محمد السكران، ولا سيما أزمة الوقود وتصريف المحاصيل، أسئلة باتت تنتظر الإجابة من الجهات المعنية. من ناحية محمد السكران، مصطفى حميد، قناة ديالى. تعد المهن والحرف